لكن لما يجي الشباب طالعين لكم ابيض بصورهم بسم الله ما شاء الله على الداخليه. نفس الدرس اللي حصل ايام مبارك الداخليه مش ناويه تتعلمه، والظاهر ان الداخليه مش ناويه تتعلم. وما تفتكروش يا باشا ان العيب في الشعب، عمر الغلط والعيب ما كان ابدا في الشعب. انتوا لما بتتعاملوا مع الشعب بتفتحوا الطبنجات وبتفتحوا كل حاجه وبتنزلوا 80 واحد على الناس الغلابه اللي في الشارع. لكن عمركم ما تجرؤوا ان انتوا تطلعوا تقفوا في وش بلطجه. عايزين نقول لكم ان لما واحد طلع على انا هكسر وزير الداخليه بالداخليه بتاعته ما حدش منكم قدر يتكلم. ولما شويه شباب محترمه مؤهلات عليا بتاخدوها من قفاها وتبهدلوها وترموها في السجون، وبعد كده تقولوا الشعب ليه سير ضد الداخليه؟ الشعب ليه بيقولوا الشعب الداخليه بلطجيه؟ العمليه مش هتتغير لو انتوا ما غيرتوش نفسكم، لو انتوا ما قررتوش ان انتوا تبقوا اسياد نفسكم وفي خدمه الشعب بس مش في خدمه النظام. هيفضل كل نظام يتاجر بيكم، والدور الجاي عليكم، بس الدور الجاي مش من الشباب ولا من الشعب، الدور الجاي من النظام نفسه، من ميليشياته اللي هتفرضكم انتوا والناس لما هتفكروا في يوم من الايام ان انتوا تقولوا له لا. لان هو عارف دلوقتي يخلي الداخليه كلها بالبلاوي اللي عملتها قبل كده والضار اللي بيتاني بينها وبين الشعب ما تقدرش تقول لا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لا هيحميكم نظام ولا هتحميكم حاجه. الدور الجاي جاي عليكم انتوا وجايه من الناس اللي انتوا بتخدموهم واللي انتوا بتنفذوا اوامرهم. انتوا اول ناس هتتبعوا منها الا في حاله واحده، لو انتوا ما رجعتوش لصف الشعب تاني وبقيتوا حماة الشعب. بصوا لمرتباتكم وبصوا للي بيحصل لكم، العمر في لحظه بيضيع. شوفوا هتقابلوا ربنا ازاي لو انتوا عايزين فعلا ربنا يرضى عليكم. شوفوا هتقابلوا ربنا ازاي، وقولوا اللي بيقولوا لكم اعملوا كذا انزلوا انتوا اعملوا كذا وواجهوا الشعب. وزير الداخليه اللي جابوه مخصوص علشان ينفذ الاوامر، لان اللي كان قبليه كان عنده نفس شويه وعايز يبقى راجل شالوه. وانتوا مفيش مشاكل عندكم، لكن خلي بالكم سيبكم من الثوره وسيبكم من كل حاجه. الدنيا دي لها حاجه واحده، لها رب عادي. والشباب اللي ماتت والشباب اللي خسرت عينيها واللي خسرت كل حاجه لو ربنا ما جابش حقها يبقى استغفر الله العظيم ربنا مش هيبقى عادي. لكن ربنا عز جلاله هيفضل طول عمره عادي. بس خلي بالكم لما يجي اليوم ده